السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، أهلا بيكم في الجزء الثاني من الكورس التأسيسي. لو ما شفتش الجزء الأول هتلاقيه موجود في قناة اليوتيوب وهسيبه لك تحت الفيديو. قلمك وكشكولك، كوباية الشاي بالنعناع بتاعتك، ويلا بينا. كنا اتكلمنا في آخر حاجة وهي الأفعال التي تنصب مفعولين، ولسه مكملين في الجملة الفعلية وبنتكلم عن الفعل. تعال بقى نبدأ النهاردة كده بالفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. طيب يعني ايه اصلا فعل مبني للمعلوم وفعل مبني للمجهول؟ يعني ايه الكلام ده؟ تعال افهمك واحده واحده. لو جيت دلوقتي قلت لك ان احنا عندنا جمله بتقول اكل احمد الطعام بمنتهى البساطه، وجيت سالتك وقلت لك هو فين هنا الفعل؟ هتقول لي والله الفعل اكل اهو، ده الفعل. فين الفاعل؟ هتقول لي يا مستر انت معلمني اقف عند الفعل اسال بمين اجيب الفاعل، اسال بماذا اجيب المفعول. مين اللي اكل؟ احمد. ماذا اكل احمد؟ الطعام. يبقى احمد هو الفاعل والطعام مفعول به منصوب. في مشكله؟ طيب الفاعل هنا موجود صح ولا لا؟ احمد. يبقى الفعل ده بنسميه فعل مبني للمعلوم. يعني ايه بقى فعل مبني للمعلوم؟ يعني الفاعل موجود. طيب تعالى كده ناخد جمله تانية بتقول أكل الطعام. واجي اسالك واقول لك فين الفاعل اللي هنا؟ هتقول لي اكل الطعام، هو مفيش فاعل، الفاعل مش موجود. هقول لك برافو عليك، الفاعل مش موجود فعلا. طيب ده بنسميه ايه بقى؟ بنسميه فعل مبني للمجهول. يعني ايه فعل مبني للمجهول؟ الفاعل مش موجود، مفيش فاعل عندي هنا. خلاص؟ طيب ايه اللي انت محتاج تعرفه في الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم؟ كل اللي انت محتاج تعرفه ازاي بجيبه مبني للمجهول، ازاي بعمله مبني للمجهول، وازاي بعرب الكلمه اللي بعده. طيب واحده واحده كده، تعالى نعرف ازاي بنخليه مبني للمجهول وازاي نعرب الكلمه اللي بعده بمنتهى البساطه. اعرف ازاي الفعل المبني للمجهول في القطعه. لما بيجي لي في القطعه يا اما بيجي لي فعل ماضي يا اما بيجي لي فعل مضارع. جميل. طيب اعرف ازاي انه مبني للمجهول؟ لو هو ماضي بتلاقيه مضموم الاول. هفهمك يعني ايه الكلام ده دلوقتي. مكسور ما قبل الاخر. تعالى كده واحده واحده. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا جالي فعل زي شرب. شرب ده معلوم ولا مجهول؟ اول ما تلاقيه مضموم الاول مكسور ما قبل الاخر فعل ماضي، ده مبني للمجهول على طول، من غير ما افكر ده مبني للمجهول. طيب اجي اقول لك ايه؟ ضرب. معلوم ولا مجهول؟ هتقول لي طالما ماضي مضموم الاول مكسور ما قبل الاخر ده مبني للمجهول. اجي اقول لك شرب الماء. ضرب الولد. يجي في الامتحان بقى في الاعراب يعمل ايه؟ يجي يقول لك اعرب لي الماء او اعرب لي الولد. بص وانت مغمض اول ما تلاقي فعل مبني للمجهول اللي بعديه على طول نائب فاعل. هتقول لي ليه يا مستر نائب فاعل؟ هقول لك هو الفعل هنا موجود؟ هتقول لي لا مش موجود. جبنا احنا المفعول به وقلنا له بعد اذنك انت هتيجي مكان الفاعل، لان الفاعل بتاعنا مش موجود، وهنسميك نائب فاعل. يبقى الماء تعرب ايه؟ نائب فاعل، ودايما مرفوع زيه زي الفاعل. نائب فاعل مرفوع بايه؟ مرفوع بالضم عادي جدا، ما عندناش اي مشكله. ضرب الولد. مين اللي ضرب الولد؟ انا ما اعرفش، بس انا هنا الولد عندي نائب فاعل. يبقى انا اي فعل مبني للمجهول الكلمه اللي بعده، الكلمه اللي هسال عنها خلاص كده بمين، هي دي نائب الفاعل. شرب. مين اللي شرب؟ اللي اتشرب الماء، يبقى الماء نائب فاعل. ضرب. مين اللي ضرب؟ الولد، يبقى الولد نائب فاعل. اتفقنا؟ طيب ده لو الفعل ماضي.
طب لو الفعل مضارع اعرفه ازاي؟ مضموم الاول، وبعدين مفتوح ما قبل الاخر، بمنتهى البساطه. طيب تعالى كده ناخد امثله على الفعل المضارع. اجي اقول لك ايه؟ يفهم. مضموم الاول، الحرف الاول مضموم مفتوح ما قبل الاخر. يفهم الدرس. يشرح الدرس. ادي مضموم الاول مفتوح ما قبل الاخر. نفس الكلام، لقيت فعل مبني للمجهول اللي بعده على طول نائب فاعل مرفوع. نائب الفاعل دايما مرفوع وعلى حسب العلامه، مفرد مرفوع بالضمه. بس كده. يبقى انا كل اللي عايزك تعرفه ازاي بعمله مبني للمجهول لو ماضي ضم الاول كسر ما قبل الاخر، لو مضارع ضم الاول فتح ما قبل الاخر. ده كده بالنسبه للفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول واللي وراهم نائب فاعل. شكرا كده بالنسبه للفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. طيب تعالى بقى على حبيبك المضاف اليه. اما تعطل مضاف اليه على طول. ماشي؟ طيب تعالى كده على المضاف اليه. بمنتهى البساطه المضاف اليه وبعرفه ازاي؟ بص، المضاف اليه قال لك هو اسم مجرور بيوضح النكره اللي قبله. بيوضح النكره اللي ايه؟ اللي قبله. تعالى نتفق اتفاق. بص، انت عندك المضاف اليه بيجي قبله كلمه اسمها مضاف. المضاف ده بيجي بعدين المضاف اليه. جميل؟ جميل، عشان هنتكلم عنها دلوقتي. طيب المضاف اليه بعرفه ازاي؟ قال لك بص يا عم، لما تلاقي كلمه نكره، وانا عرفتك يعني ايه كلمه نكره اللي خدناها الجزء الاول، ان احنا كلمه ما فيهاش الف ولام، زائد كلمه معرفه. كلمه معرفه يعني فيها الف ولام او علم او كلمه فيها ضمير، المعارف اللي احنا حفظناها. طيب تعالى كده على المثال. رايت نور الشمس. تعالى كده واحده واحده. فين المضاف اليه عندي هنا؟ رأيت فعل وفاعل، مين اللي رأى؟ أنا. رأيت إيه؟ نورا. نور مفعول به منصوب. نور الشمس، كلمة نور فيها ألف ولام؟ لا، دي نكرة. طب كلمة الشمس، يا مستر ده فيها ألف ولام، دي معرفة. لما ألاقي كلمة نكرة زائد كلمة معرفة، الكلمة المعرفة دي وأنا مغمض دي مضاف إليه، والمضاف إليه دايما مجرور. جميل؟ جميل. الكلمة اللي قبليه اسمها مضاف. اتفقنا؟ عشان هنتكلم عنها دلوقتي. طيب يا إما بيجي لي نكرة زائد نكرة، بس خلي بالك بقى في حاجة مهمة جدا هنتكلم عنها بعدين، بس ركز معايا. هذا طالب علم. ادي طالب وادي علم. يجي في الامتحان يقول لي بقول لك ايه؟ اعرب لي كلمة علم. بص، أول حاجة هسأل نفسي سؤال، كلمة علم نكرة ولا معرفة؟ هتقول لي يا مستر دي نكرة. كلمة طالب هتقول لي يا مستر دي نكرة برضو. اسأل نفسك سؤال واحد بس، هو أنا ينفع أوصف الطالب إنه علم؟ لا، ما ينفعش أوصف الطالب إنه علم، ما ينفعش. طالما عندي نكرة زائد نكرة التانية ما بتوصفش الأولى، يبقى النكرة دي مضاف إليه على طول من غير ما تفكر. تاني، لو عندك نكرة زائد نكرة التانية ما بتوصفش الأولى، يبقى مضاف إليه على طول. يبقى مضاف إليه على طول. هتقول لي لازم ما توصفش؟ لازم، عشان بعد شوية هتعرف ليه. خلاص؟ طيب يبقى المضاف إليه دلوقتي عندك يا إما معرفة ومعرفة يا إما نكرة ونكرة. جميل جدا زي الفل. تعالى بقى معايا كده على حاجة عاوزين نتكلم عنها وهي المضاف. خلي بالك المضاف اللي بيجي قبل المضاف اليه. قال لك بص يا عم، المضاف ده ليه شروطه كده وليه حاجات معينه، بيقول لك انا لازم
تعملها. ايه هي؟ اولا المضاف ما بيحبش التنوين. يعني المضاف ده، الكلمه اللي قبل المضاف اليه ما ينفعش يكون فيها تنوين خالص. يعني ما ينفعش اجي اقول لك ايه؟ اجي اقول لك طالبا العلم. مش المفروض ان العلم دي مضاف اليه؟ نكره زائد معرفه؟ عندك المضاف هنا فيه تنوين وده ما ينفعش. المضاف يقول لك انا ما بحبش التنوين، طالما جه بعديه مضاف اليه التنوين يطير زي العصافير. ما ينفعش تقول طالبا العلم، لا، تقول ايه بقى؟ طالب العلم. جميل زي الفل. ايه كمان؟ قال لك ما ينفعش يجي فيه الف ولام. ما ينفعش اقول الطالب العلم، ما ينفعش. يبقى ولا ينفع يجي فيه الف ولام ولا ينفع يجي فيه تنوين. وايه كمان؟ ما ينفعش اقول طالبان العلم. المضاف اليه ما بيحبش نون المثنى. مش طالبان دي مثنى، طالب وزودنا لها الف ونون بنتكلم عن اتنين يبقى طالبان مثنى. النون بتاعت المثنى لما يجي بعدها مضاف اليه تطير زي العصافير. المضاف اليه يقول لك ايه؟ دي نون المثنى احذفها، مش عاوزها. اقول ايه طيب؟ اقول طالب العلم من غير النون. اتفقنا؟ ما ينفعش اقول معلمون المدرسة. المضاف اليه كلمة المدرسة تيجي تقول لك ايه؟ هو مش انا مضاف اليه جايب قبليه ليه النون بتاع الجمع المذكر؟ النون بتاع الجمع المذكر تطير زي العصافير. خلاص؟ طيب يبقى ما ينفعش اقول معلمون، اقول معلمون. اتفقنا؟ يبقى المضاف ما ينفعش يجي قبليه تنوين، ما ينفعش يجي قبليه كلمه فيها الف ولام، معذره ما ينفعش يجي فيه هو الف ولام، ما ينفعش يجي فيه نون المثنى ولا نون جمع المذكر. يبقى المضاف اليه ما بيحبش يجي قبليه تنوين، ما بيحبش يجي قبليه كلمه فيها الف ولام، ما بيحبش يجي قبليه نون المثنى ولا نون جمع المذكر. جميل زي الفل. طيب تعالى كده على اللي بعده. عندنا شويه كلمات اللي بيجي بعدها على طول بيتعرف مضاف اليه، زي مع، زي كلمه مع وجميع وكل وبعض واول واخر وسوى، سوى وغير. عندنا الكلمات دي اللي بيجي بعدها بنعربه مضاف اليه. وخلي بالك اي ظرف عندنا غير منون اللي بعده مضاف اليه على طول. يعني لو جيت قلت لك القائد بين الجنود، وجيت قلت لك اعرب لي الجنود، هتقول لي بين ده ظرف هنتكلم عنه دلوقتي. طيب الظرف ده منون؟ لا مش في تنوين، ما فيهوش، يبقى الجنود دي مضاف اليه. خلاص؟ والكلمات دي دايما اللي بيجي بعدها يعرب مضاف اليه مجرور. طيب عندنا كمان اي ضمير متصل بالاسم يعرب مضاف اليه. يعني لو جيت قلت لك بيتنا، وجيت قلت لك اعرب لي اعرب لي الضمير المتصل بالاسم ده. مش كلمه بيت دي اسم؟ يا مستر ينفع احط لها الف ولام. بيت اسم، يبقى الضمير المتصل بيها دايما مضاف اليه. والضمير مبني، يبقى الاعراب بتاعي ايه؟ ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. بيوقعك ازاي في الامتحان بقى؟ يجيب لك كلمه في القطعه في الاعراب فيها ضمير، فانت تعرب الكلمه وتنسى الضمير يروح منقصك نص درجه. شفت؟ فانت تيجي تعرب بيتنا مثلا في الامتحان مبتدا مرفوع بالضمه وتسكت يروح منقصك نص درجه. لازم تعرب الضمير، لازم تقول له ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. اي ضمير يتصل باسم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. جميل جدا زي الفل. طيب تعالى كده بقى نخش على اللي بعده، ظرف الزمان وظرف المكان. اول حاجه عندنا ظرف الزمان هو اسم منصوب بيبين زمن حدوث الفعل. طيب ركز بقى معايا كده. ظرف الزمان احنا بنسال عنه بمتى. يعني ايه؟ اجي اقول لك يظهر القمر ليلا، واجي اقول لك اعرب لي كلمه ليلا بمنتهى البساطه. هتقول لي ايه؟ متى يظهر القمر ليلا، يبقى ليلا تعرب ظرف زمان منصوب بالفتحه. بس كده. طيب
عندنا شويه كلمات، الكلمات دي كلها لما تجيلي تتعرب ايه؟ ظرف زمان. خلاص، ظرف زمان منصوب. تسقط الامطار شتاء. شتاء، متى تسقط الامطار؟ الاجابه بتاعت شتاء يبقى شتاء ظرف. ظرف ايه؟ ظرف زمان منصوب بالفتحه. اذاكر دروسي ليلا. متى اذاكر دروسي؟ ليلا، يبقى ليلا ظرف زمان وبرضه منصوب بالفتحه. بس كده، بس كده. طيب ظرف المكان هو اسم برضه منصوب بيبين المكان بتاع حدوث الفعل. بسأل عنه بأين. سألت بأين ظرف مكان على طول. طيب عندك شوية كلمات على طول بتتعرب ظرف مكان. تعالى كده، يقف المعلم أمام الطلاب. أمام، أمام ده ظرف صح كده؟ طيب أعربه إيه؟ والله ده ظرف زمان ولا مكان؟ بيدل على مكان، يبقى ده ظرف مكان منصوب. منصوب بالفتحة. طيب تعيش الطيور، خلي بالك واللي بعدها مضاف إليه، لسه قايلين فوق مضاف إليه مجرور. الظرف الغير منون الكلمة اللي بعده مضاف إليه. تعيش الطيور فوق الأشجار. فوق، يلا بينا اسأل. أين تعيش الطيور؟ فوق، يبقى فوق ظرف. ظرف إيه؟ ظرف مكان منصوب بالفتحة. ده كده بالنسبة لظرف الزمان وظرف المكان بمنتهى البساطة، مفيهوش أي مشكلة. تعالى بقى على اللي بعده، إن وأخواتها. ركز بقى معايا، دي بنسميها حروف ناسخة. إن وأخواتها اسمها حروف ناسخة. مين هي إن وأخواتها؟ إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. ماشي، تعمل إيه؟ قال لك والله دي عيلة نصابة بتدخل على الجملة الاسمية. سميناها عيلة نصابة ليه؟ قال لك والله لأنها تنصب اسمها وترفع خبرها. بتنصب المبتدأ وبيبقى اسمها، بترفع الخبر وبنسميه خبرها. طيب تعالى كده على المثال. إن القطار سريع. أدي إن القطار سريع. بص، خبي أكن مش موجودة أهو. القطار سريع، مش دي جملة اسمية؟ جملة اسمية مبتدأ وخبر. قبل ما تيجي إن جملة اسمية جت إن دخلت على الجملة الاسمية. تقول لك أنا من العيلة النصابة. تعالى يا عم القطار، مش أنت المبتدأ؟ من النهاردة مش هيبقى اسمك مبتدأ. اسمك إيه؟ اسم إن، واسم إن بيكون منصوب. يبقى أنت هنعربك اسم إن منصوب، وأنت مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ أنا مفرد، يبقى اسم إن منصوب بالفتحة. ماشي. تعالى بعد كده الخبر، لا أنت هيبقى اسمك خبر، بس اسمك خبر إن، وإن بترفع خبرها، يبقى خبر إن مرفوع بالضمة. ماشي زي الفل. تعالى كده، الطريق طويل. ماشي، مبتدأ وخبر. وبعدين لكن عزيمة المثابرة قوية. ماشي، المفروض عزيمة المثابر يعني. عزيمة المثابر قوية. تعالى كده، ادي لكن من اخوات مين؟ من اخوات ان الناسخ. ماشي، عاوزة ايه؟ اسمها وخبرها. دخلت على الجملة الاسمية. فين اسمها؟ لكن. لكن فين اسمها؟ عزيمة اهو. يبقى اسم لكن منصوب لانها من عيلة ان واخواتها، صح؟ ماشي، منصوب بالايه؟ منصوب بالفتحة. ليه؟ لانها مفرد. منصوب بالفتحة. ماشي. عزيمة المثابر، خلي بالك المثابر هنا مضاف اليه مجرور، نكرة زائد معرفة. لكن عزيمة المثابر مالها؟ الخبر بسأل عنه بماله. بص، الخبر في إن وإخواتها، في كان وإخواتها، بسأل عنه بماله. خلاص. لكن عزيمة المثابر مالها؟ قوية، يبقى قوية هي خبر. لكن مالها بقى؟ مرفوع بالضمة. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب تعالى كده على اللي بعده. إن وإخواتها لو اتصل بها ضمير
الضمير ده على طول بيكون اسمها. ازاي؟ بيقول لك المدرسة كأنها بستان من العلم. تعالى كده، ادي كأنها، كأن من اخوات ان، ما احنا قلنا ان كأن لكن ليت لعل. ادي كأنها متصل بيها ضمير، يا مستر متصل بيها ضمير اهو، الهاء. يبقى وانت مغمض الضمير ده يتعرب ازاي بقى؟ بص، احنا قلنا ان الضمير مبني صح؟ يبقى ضمير متصل، ماله؟ مبني، في محل. في محل ايه بقى؟ مش دي من اخوات ان، وان بتنصب اسمها وترفع خبرها، يبقى في محل نصب اسم كأن. ماشي؟ يبقى على طول الضمير في محل نصب اسم كأن او ان او لعل، على حسب اللي يجي لك. ماشي؟ ماشي. كأنها بستان من العلم، فين الخبر بقى؟ كأنها ايه؟ بستان، يبقى بستان خبر، كأن مرفوع. يبقى أي ضمير يتصل بإن وأخواتها على طول اسمها. وبنعربه إزاي؟ ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن، اسم لعل، اسم لكن، على حسب اللي يجي لك من إخواتها. طيب زي الفل. تعالى بقى على اللي بعده، ولاد عمهم. مين بقى؟ كان وأخواتها. بنسميها ايه؟ بنسميها افعال ناسخه. خلي بالك، ان واخواتها بنسميها اسم، بنسميها حروف، معذره بنسميها حروف ناسخه، انما كان واخواتها بنسميها افعال ناسخه. طيب تعالى كده، مين هم بقى؟ كان اصبح اضحى وامسى وبات وصار وليس وظل. جميل. بتدخل برضه على الجمله الاسميه. بتعمل ايه؟ ترفع المبتدا وتنصب الخبر، عكس ان واخواتها. ان بتدخل تنصب ترفع، طب كان ترفع تنصب، العكس. ماشي زي الفل. ترفع المبتدا وتنصب الخبر. يلا بينا على المثال. المثال بيقول لك ايه؟ كان العلم طريق الامم للمجد. ادي كان دخلت على الجمله الاسميه اهي. بص، كان قبل ما تخش دي جمله اسميه، كان دخلت، اللي حصل؟ تعالى يا مبتدأ، انت هتكون اسم كان، واسم كان بترفع المبتدأ مرفوع. مرفوع بإيه؟ العلم ده حاجة واحدة، مفرد، يبقى مرفوع بالضمة. كان العلم إيه؟ اسأل بقى، شوف كان العلم ماله؟ طريق، يبقى طريق هي خبر كان، ماله؟ خبر كان منصوب. طريق الأمم للمجد. اتفقنا؟ ماشي زي الفل. تعالى كده على المثال اللي بعده. ظل النيل عذب الماء. يلا بينا. ظل، ادي ظل. ظل ايه؟ مين اللي ظل؟ النيل، يبقى النيل اسم ظل. اسم ظل ماله؟ اسم ظل مرفوع. ما احنا قلنا بقى كان واخواتها بترفع اسمها وتنصب خبرها، يبقى اسم ظل مرفوع بالضمه اهو. ظل النيل ماله؟ عذب الماء، يبقى عذب هنا خبر، ظل ماله؟ منصوب بالفتحة. عذب الماء، الماء تعرب ايه؟ مضاف اليه، شاطر. عذب نكرة، الماء معرفة، ولسه قايلين من شوية نكرة زائد معرفة، المعرفة مضاف اليه على طول. جميل زي الفل. نفس الكلام لو كان واخواتها اتصل بها ضمير، الضمير ده على طول اسمها. ماشي. تعالى كده نبص. المصريون اصبحوا متحدين، ادي اصبحوا متصل بيها ايه؟ متصل بيها ضمير اهو، واو الجماعه. يبقى هيتعرب ايه؟ اعراب ثابت، ضمير متصل، ماله؟ مبني، في محل، واستنى. كان واخواتها بتعمل ايه؟ ترفع تنصب، يبقى في محل رفع اسم اصبح. يبقى انا بقول له ضمير متصل مبني
واستنى اشوف بقى هو منصوب ولا مرفوع. لا دي كان واخواتها بترفع اسمها، يبقى ضمير متصل مبني في محل رفع اسم مين؟ اصبح. طب فين خبر اصبح؟ اهو قدامك، متحدين خبر اصبح ماله بقى؟ بترفع تنصب. خبر اصبح منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم. متحدين. ده كده بالنسبه لكنا واخواتها. جميل جدا زي الفل. طيب عندنا حاجه تاني في كنا واخواتها او ان واخواتها. يلا بينا على اللي بعده. تعالى بقى، عندنا حاجه اسمها التوابع. يعني ايه التوابع؟ بص بمنتهى البساطه، التوابع خلينا نسميهم اللودة. يعني ايه اللودة؟ يعني بيقلدوا اللي قبلهم. بيقلدوا الايه؟ اللي قبلهم. بيشوف اللي قبله ويقلده. طيب اول واحد عندنا في التوابع اسمه ايه؟ اسمه النعت. اسمه ليه؟ النعت. طيب صلى على النبي. بمنتهى البساطه كده، احنا النعت عندنا بيكون عباره عن ايه؟ بص احنا عندنا كلمه اسمها منعوت، والمنعوت بيجي بعديه على طول نعت. جميل جميل. النعت ده سميناه اللودة او سميناه تابع ليه؟ عشان بيبص على المنعوت وبيقلده في الاعراب. وبيقلده في ازاي؟ في الاعراب ازاي؟ طيب لو هو مرفوع يبقى هو مرفوع، لو هو منصوب يبقى هو منصوب، لو هو مجرور يبقى هو مجرور. يبص على المنعوت ويقلده، يقول له بص شوف انت هتعمل ايه وانا زيك. طيب النعت ده بعرفه ازاي؟ صلى على النبي. النعت عندك يا اما بيكون نكره زائد نكره، او معرفه زائد معرفه، واسال بما صفت. لا مش فاهم، تعالى افهمك بقى واحده واحده كده. تعال نشوف ايه هي شروط النعت وازاي اعرفها. بص بمنتهى البساطه، النعت هيكون عندك شرطين. الشرط الاول ادور على نكره زائد نكره، او معرفه زائد معرفه. والشرط الاهم ان انا اسال بما صفت. تعال نفهم الكلام ده. يلا بينا. يبقى انا عندي دلوقتي شروط النعت. ايه هي شروط النعت؟ يلا بينا. الشرط الاول ان انا بدور على كلمه نكره ما فيهاش الف ولام، زائد كلمه نكره برضو ما فيهاش الف ولام. يا اما بدور على كلمه معرفه فيها الف ولام او فيها ضمير، زائد كلمه معرفه. المعارف اللي احنا حافظينها سوا المره اللي فاتت. ماشي. الشرط الثاني ان انا بسال بما صفت. يعني ايه يا مستر بسال بما صفت؟ تعال افهمك. يلا اجي اقول لك ايه؟ هذا طالب مجتهد. واجي اقول لك ايه بعد اذنك؟ اعرب لي كده كلمه مجتهد. يلا بينا. شروطك: كلمه مجتهد اسم ولا فعل؟ ينفع احط لها الف ولام؟ يبقى دي اسم. بص قبلها كلمه طالب نكره ولا معرفه؟ نكره يا مستر ما فيهاش الف ولام. كلمه مجتهد نكره ولا معرفه؟ نكره يا مستر ما فيهاش الف ولام. نكره زائد نكره. الشرط الاول تمام. اسال بما صفت. ما صفه الطالب؟ صفه الطالب انه مجتهد. طالما دي بتوصف اللي قبلها يبقى كلمة مجتهد تعرب نعت. جميل. يبقى نكرة زائد نكرة وسألت بما صفت. ماشي. نعت ماله بقى؟ احنا قلنا ان النعت من التوابع، يعني اللودة. يعني يبص على اللي قبله يقول له انت اعرابك ايه؟ هذا اسم اشارة مبتدأ. هذا طالب خبر مرفوع. يقول له بص يا نعت انا خبر مرفوع بالضمه. يقول له خلاص انا كمان نعت مرفوع بالضمه. ما انا قلوده بقى، ما انا من التوابع. شوف انت اعرابك ايه وانا هاخده منك.
لو انت منصوب فانا منصوب، لو انت مجرور فانا مجرور. جميل جميل. طيب تعال ناخد كمان مثال على المعرفة. اجي اقول لك ايه؟ اجي اقول لك العالم المصري مبدع. واجي اسالك واقول لك اعراب المصري ايه؟ هتقول لي يا مستر المصري ده كلمة اسم معرفة عشان فيها ألف ولام. شطور. بص قبلها العالم ماله اسم وبرضه معرفة. معرفة زائد معرفة. ده أنا كده بلعب في النعت. بس خلي بالك بقى، تعال نشوف الشرط التاني، إن أنا بسأل بما صفة. ما صفة العالم إنه مصري. بوصف العالم إنه مصري، طالما دي بتوصف دي يبقى دي نعت. لازم الشرطين عندي يتحققوا، لازم. طيب نعت ماله؟ النعت قال له ده يبص على اللي قبله. قول لي كده انت اعرابك ايه؟ يبص على كلمة العالم. العالم تقول له انا مبتدأ، انا مبتدأ مرفوع بالضمة. يقول له خلاص انا قال له ده، انا نعت مرفوع بالضمة. قشطة قشطة. تعالى بقى، انا ليه بقول لك ان لازم الشرطين يتحققوا؟ علشان حمادة اللي بيشغل دماغه كالعادة في الامتحان ويجي يقول لك ايه؟ يا عم انا لسه اشوف شروط وبتاع واحفظ شروط، انا دماغي مليانه حاجات قد كده ومشاغل، فالشروط ايه وبتاع ايه؟ فيجي في الامتحان يقول له ايه؟ هذا طالب علم. ماشي؟ ويجي يقول قرأت قصة بطل. ويجي يقول له حماده بعد اذنك ما تعرب لي كلمة علم واعرب لي كلمة بطل كده. طلعت حماده يجي يقول لك ايه؟ المستر محفظني، انا اول ما الاقي كلمه ما فيهاش الف ولام دي نكره، وطالب نكره، نكره زائد نكره على طول نعت. صفر اللذيذ زي الفل. ليه صفر؟ عشان انت نسيت الشرط التاني اللي هو بسأل بما صفت. ينفع اوصف الطالب انه علم؟ ينفع؟ ينفع اوصف الطالب انه علم؟ ما ينفعش. انا ينفع اوصفه انه مجتهد، انه مهذب، ما ينفعش اوصفه انه علم. يبقى كلمة علم هنا وانت مغمض مضاف اليه، لسه قايلينها من شوية. نكرة زائد نكرة، التانية ما بتوصفش تبقى مضاف اليه. جميل. قرأت قصة بطل. فاجي هنا يقول لك ايه؟ كلمة بطل نكرة وكلمة قصة نكرة. المستر محفظني نكرة زائد نكرة نعت على طول. مش على طول، اسأل بما صفت. ما صفة القصة انها بطل؟ لا، انا بقول قرأت قصة بطل، قريت قصة سبايدر مان، سوبرمان، خلاص. فينفع اوصف القصة انها بطل؟ ما ينفعش. فكلمة بطل هنا مضاف اليه. ليه يا مستر مضاف اليه؟ نكرة زائد نكرة والتانية ما بتوصفش تبقى مضاف اليه. طب لو التانية بتوصف؟ فهمت؟ ده كده بالنسبة للنعت. وبالنسبة لأول حاجة عندنا من التوابع. ماشي. تعالى على المثال كده. وقف الشاعر المصري أحمد شوقي ينشد قصيدته الرائعة. تعالى كده نشوف النعت اللي عندنا فين. يلا ناخدها واحدة واحدة. أدي وقف، فعل ولا اسم؟ حط لها ألف ولام. ينفع أقول الوقف؟ ما ينفعش، يبقى ده فعل، يبقى دي جملة فعلية. يبقى هقف عند الفعل وأسأله سؤالين: مين وماذا؟ ماشي؟ مين اللي وقف؟ الشاعر. يبقى الشاعر ده فاعل مرفوع بالضمة. الشاعر المصري. المستر قايل لي لما تلاقي كلمة معرفة زائد كلمة معرفة، كلمة الشاعر دي فيها ألف ولام، صح؟ دي معرفة. وكلمة المصري معرفة. معرفة زائد معرفة، ولازم تسأل بما صفت. ما صفة الشاعر انه مصري، يبقى المصري نعت. ونعت ماله؟ قال له ده يبص على الشاعر. اعرابك ايه؟ يقول له انا فاعل مرفوع بالضمة، يبقى انا نعت مرفوع بالضمة.
ماشي جميل. تعالى كده، الشاعر المصري أحمد شوقي ينشد قصيدته الرائعة. تعالى بقى معايا واحدة واحدة. هاجي أقول لك ينشد فعل، مين اللي بينشد؟ هو ضمير مستتر، الفاعل ضمير مستتر. ماشي. ينشد ايه؟ قصيدته الرائعة، يبقى قصيدته إعرابها مفعول به منصوب. طب مستر إعراب الرائعة ايه؟ أقول لك أنا بقى، أو أنت قول لي إعرابها ايه؟ أنا محفظك يلا. الرائعة نكرة ولا معرفة؟ معرفة. وكلمة قصيدته نكرة ولا معرفة؟ هتقول لي يا مستر دي نكرة. هقول لك ليه؟ هتقول لي ما فيهاش ألف ولام. بس خلي بالك لو أنت مذاكر الجزء الأول كويس هتعرف إن أنا قلت لك أي كلمة فيها ضمير بتكون معرفة. أي كلمة فيها ضمير بتكون معرفة على طول. يبقى قصيدته الرائعة معرفة زائد معرفة، بوصف القصيدة إنها رائعة، يبقى الرائعة نعت. نعت ماله؟ اللودة. يبص على اللي قبله، انت اعرابك ايه؟ مفعول به منصوب، يبقى انا نعت منصوب بالفتحة زيك بالظبط. من اللودة بقى. طيب، هذا طالب مهذب. ادي كلمة طالب وادي كلمة مهذب. عايز اعراب مهذب، يلا. مهذب نكرة ولا معرفة؟ نكرة يا مستر ما فيهاش ألف ولام. طب وطالب؟ نكرة ما فيهاش ألف ولام. نكرة ونكرة نعت على طول؟ لا، اسأل بما صفة الأول. ما صفة الطالب إنه مهذب. يبقى مهذب نعت. نعت ماله؟ اللودة. يلا نعرب. هذا مبتدأ، طالب خبر. خبر ماله؟ خبر مرفوع. يبقى النعت اللودة نعت مرفوع بالضمة. ماشي زي الفل. نيلنا العظيم شريان الحياة. تعالى نقلب، يلا تعالى نقلب الجملة كلها واحدة واحدة زي ما أنا معلمك. امشي على الخطوات والشروط. إيه هي الشروط؟ نيلنا اسم ولا فعل؟ حط له ألف ولام، شيل الضمير. نيل، النيل ده اسم يا مستر، يبقى الكلمة دي اسم. جملة إيه اللي إحنا فيها دي؟ جملة اسمية. طالما بدأت باسم جملة اسمية على طول. بتتقسم من إيه الجملة الاسمية؟ أو بتنقسم إلى إيه؟ مبتدأ وخبر. يبقى نيلنا مبتدأ أهو، واحدة واحدة، وهتلاقي الدنيا سهلة وبسيطة خالص. مبتدأ مرفوع بإيه؟ نيل ده مفرد يبقى مرفوع بالضمة، وأنا محفظك جدول العلامات. ماشي؟ طيب، نيلنا مبتدأ مرفوع بالضمة. نيلنا العظيم. أنت فهمت حاجة من الجملة دي؟ ما فهمتش. يبقى العظيم دي مش خبر. أنا قايل لك إن الخبر بيعمل إيه؟ بيتمم معنى الجملة. نيلنا العظيم. العظيم دي نكرة ولا معرفة؟ معرفة. طب ونيلنا؟ اوعى تقول لي نكرة، ازعل ازعل والله. كلمة فيها ضمير معرفة، اوعى تنسى. معرفة زائد معرفة نعت؟ لا، اسأل بما صفة الأول. ما صفة النيل؟ إنه عظيم. بوصف النيل إنه عظيم، يبقى العظيم نعت. نعت ماله؟ النعت اللودة. يبص على اللي قبله. نعت ماله؟ يبص على اللي قبله يلاقيه مرفوع، يبقى يقول له خلاص انا نعت مرفوع بالضمه انا كمان. ماشي، يلا بينا. الجمله الاسميه خلصت ولا ما خلصتش؟ لسه ما خلصتش. احنا جبنا المبتدا، فين الخبر؟ الخبر بسأل عنه بماله. نيلون العظيم ماله يا ولا؟ شريان. يبقى شريان خبر. خبر ماله؟ خبر مرفوع بايه بقى؟ بالضمه. شريان الحياة. شريان كلمة نكرة ما فيهاش ألف ولام. شوف، كلها قواعد وكلها شروط انت ماشي عليها، وأساسيات انت عارفها ماشي عليها صح، انت زي الفل ما عندكش أي مشكلة. شريان الحياة نكرة زائد معرفة، يبقى الحياة مضاف إليه مجرور. نكرة زائد معرفة مضاف إليه على طول زي ما اتفقنا مع بعض. أدينا عربنا الجملة كلها مفيش أي مشكلة. طيب زي الفل. تعالى بقى كده على التابع اللي بعده. احنا دلوقتي بنتكلم في التوابع وخلصنا مين؟ خلصنا النعت. تعالى بقى على التابع التاني، اخوه اسمه ايه؟
اسمه التوكيد. تعالى نفهم بقى ايه هو التوكيد. بص، التوكيد من اسمه كده ان انا باكد على حاجه. يعني ايه باكد على حاجه؟ لما ماما تدخل كده الاوضه وتلاقيك او تلاقيكي ماسكه التليفون، فتقول لك ايه؟ يا ابني قوم ذاكر. حاضر يا ماما. يا ابني قوم ذاكر. يا ابني قوم ذاكر. هي ست الكل قالتها 3 مرات ليه؟ عشان تاكد عليك الكلام، عشان لو خرجت وجت تاني ولقيتك لسه قاعد او لقيتك لسه قاعده، انت فاهم ايه اللي هيحصل. اي سلاح بقى، الشبشب، اي حاجه في ايديها وفي دماغك على طول. طيب، فالتوكيد عندنا بيتقسم لحاجتين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. تعال نفهم يعني ايه توكيد لفظي. لفظي من اسمه كده يعني انا بكرر اللفظ. يعني ايه بكرر اللفظ؟ يعني اجي اقول لك ايه؟ العلم نور. انا عملت ايه؟ كررت كلمه العلم. ليه؟ عشان اكد ان العلم نور. ماشي؟ ده بسميه توكيد لفظي، ان انا بكرر الاسم او بكرر الفعل او بكرر الحرف. عادي جدا. العلم نور. تعال نعرف كده. العلم كلمه جايه لي في اول الجمله واسم فيها الف ولام، يبقى دي جمله اسميه. يبقى العلم دي مبتدا، ماله؟ مرفوع بالضمه. العلم ايه ده؟ انت كررتها ليه؟ عشان تاكد عليا. ايوه، ده اسمه توكيد. توكيد ماله؟ توكيد لفظي. طب مستر بعرفه ازاي؟ ما احنا اتفقنا بقى من التوابع. قال له ده يبص على اللي قبله يلاقيه مرفوع يقول له انا خلاص توكيد لفظي مرفوع زيك، مرفوع بالضمه. العلم ماله؟ نور، يبقى نور خبر. خبر ماله؟ خبر مرفوع بالضمه. ماشي، زي الفل. تعالى بقى كده على التوكيد المعنوي. يعني ايه توكيد معنوي؟ قال لك بص يا عم، التوكيد المعنوي ده بيكون ليه الفاظ، ليه كلمات لازم تحفظها. اتفقنا؟ عشان لما تلاقيها تعرف على طول ان ده توكيد معنوي. طب ايه هي الكلمات دي؟ قال لك نفس، وعين، وكل، وجميع، وكلا. مكتوبه خطأ بس عدلها. كلا وكلتا. ماشي. قال لك الكلمات دي علشان تقول عليها توكيد معنوي لازم يتصل بيها ضمير. لازم يتصل بيها ضمير. ماشي. وكمان حذفها ما يأثرش في الجملة. طب يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ انا مش فاهم. تعالى افهمك. بص كده. اجي اقول لك ايه؟ حضر الطلاب انفسهم. كلمة انفسهم دي اللي هي كلمة نفس، متصل بيها ضمير ولا لا؟ اه يا مستر متصل بيها ضمير، ده الشرط الاول. ماشي. حذفها ما يأثرش في الجملة، يعني أنا لو حذفتها كده حضر الطلاب، الجملة باظت؟ ما باظتش. طالما حذفها ما بيأثرش في الجملة يبقى ده توكيد، يبقى دي توكيد معنوي. توكيد معنوي ماله؟ زي اللي قبله. تعال نعرف اللي قبله. حضر الطلاب. حضر ده فعل، ما ينفعش احط له الف ولام. ينفع اقول الحضره؟ ما ينفعش. مين اللي حضر؟ الطلاب، يبقى الطلاب فاعل مرفوع بالضمه. انفسهم توكيد معنوي مرفوع بالضمه. اللودة بيقلب على طول. ماشي، زي الفل. يبقى انا عندي دلوقتي التوكيد المعنوي لازم له شرطين. ايه هما؟ لازم يكون في ضمير حذفه ما يأثرش في الجملة. حضر الضيوف كلهم. تعالى كده على المثال ده. فين التوكيد؟ اهو، كل بس متصل بيها ضمير. ماشي. احذفها من الجملة. حضر الضيوف، الجملة باظت؟ لا. يبقى كلهم ده توكيد. توكيد ماله يا مستر؟ توكيد معنوي. اول ما الاقي كلمه من الكلمات اللي احنا حفظناها دي على طول توكيد معنوي. طيب ماله؟ اعرب اللي قبله. حضر الضيوف. حضر الضيوف، مين اللي حضر؟ الضيوف. الضيوف فاعل مرفوع بالضمه، يبقى توكيد معنوي مرفوع بالضمه. بس خلي بالك بقى، لازم الضمير، ولازم حذفها ما يأثرش، عشان بعد شويه هاجي اقول لك ايه؟ جمله واقول لك هي دي توكيد ولا لا، وهنشوف الشروط مع بعض. نجح المجتهدان كلاهما.
كلاهما فيها ضمير؟ ايوه فيها ضمير. طيب احذفها كده. نجح المجتهدان، الجمله اتأثرت؟ ما اتأثرتش، صح؟ ما باظتش الجمله. يبقى كلاهما هنا توكيد. توكيد ماله؟ توكيد معنوي. ماله؟ اعرب. نجح المجتهدان. طيب المجتهدان فاعل مرفوع بايه؟ بالالف. ليه؟ لانها مثنى. وخلي بالك بقى، كلا وكلتا، شايف كلا وكلتا دي؟ كلا وكلتا دول لما يتصل بيهم ضمير بيتعاملوا معامله المثنى. يعني لما اجي اعربهم اقول ايه؟ توكيد معنوي مرفوع زي اللي قبله لانه قلوده، بس مرفوع بايه؟ بالالف، لانه يتعرب اعراب المثنى. كلاهما مثنى مرفوع. كليهما، يعني بص لو كتبتها كده، كليهما منصوبه او مجروره. ليه؟ عشان بالياء اهي، لان احنا قلنا المثنى يرفع بالالف ينصب ويجر بالياء. فلما جت كلمه كلاهما مرفوعه بالالف، لما جت منصوبه او مجروره بالياء قلت كليهما. يبقى كلا وكلتا بتعامل معامله المثنى، ترفع بالالف تنصب وتجر بالياء. ده كده بالنسبه للتوكيد المعنوي. طيب تعالى كده. نسيت الجمله اللي بقول لك عليها. اجي اقول لك محمد نفسه طيبه، واجي اسالك واقول لك مش كلمه نفس دي لفظ من الفاظ التوكيد؟ هتقول لي هقول لك طب اعربها لي كده. هتقول لي يا مستر انت محفظني كلمه فيها ضمير حذفها ما ياثرش، توكيد معنوي على طول. ماشي، فيها ضمير هنا؟ يا مستر في ضمير اهو. طب احذفها كده. ينفع اقول محمد طيبه؟ ما ينفعش، عيب. ينفع اقول محمد طيبه؟ ما ينفعش خالص. يبقى الشرط الثاني، الشرط الاول نفع، الشرط الثاني ما نفعش، يبقى ده مش توكيد. طالما ما نفعش يبقى مش توكيد. طب طالما مستر مش توكيد يعرب ايه؟ حسب موقعه في الجمله. تعالى كده، محمد ده اسم جالي في اول الجمله يبقى مبتدأ، ماله؟ مرفوع. ولو انت شطور وذاكرت كويس الفيديو اللي فات هتقول لي دلوقتي اعراب نفسه ايه. محمد ماله؟ سألت بماله علشان اجيب الخبر. محمد ماله؟ نفسه طيبة. خبر الجملة الاسمية كلمتين. الكلمة الأولى فيها ضمير يعود على المبتدأ، ده خبر جملة اسمية. افتكر، خبر جملة اسمية يبقى نفسه هنا تعرب مبتدأ. ثان ماله؟ مرفوع بالضمة. هتقف على كده تنقص نص درجة عشان الضمير، ولسه قايل لك من شوية والضمير مضاف إليه. أي ضمير يتصل باسم مضاف إليه على طول. أقول له ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه عشان آخد الدرجة بتاعتي كاملة. فهمت يعني إيه حذفها ما يأثرش؟ اتفقنا. يبقى التوكيد المعنوي ألاقي كلمة من الكلمات دي فيها ضمير حذفها ما يأثرش. ماشي. تعالى بقى على الملحوظة اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية، وهي إن كلا وكلتا أهي الملحوظة أهي، كلا وكلتا زائد ضمير. كلا وكلتا لما يتصل بيها ضمير تعرب إعراب المثنى، ترفع بالألف تنصب وتجر بالياء. ماشي. لو كلا وكلتا جات لي من غير ضمير ملهاش دعوة بالتوكيد، ملهاش دعوة بالمثنى. إزاي؟ تعرب بحركات مقدرة. ليه حركات مقدرة؟ عشان آخرها ألف، وإحنا اتكلمنا برضو في الجزء الأول لما الاسم يكون آخره ألف علاماته مقدرة يعني ما بتظهرش. بيقول لك هنا جاء كلا الطالبين. كلا متصل بها ضمير؟ لا، ولا هي توكيد ولا هي تعرب إعراب المثنى. نعربها عادي حسب موقعها في الجملة. جاء كلا، مين اللي جاء؟ كلا، يبقى كلا فاعل مرفوع
بايه؟ بالضمه عادي خالص، ملهاش دعوه بالمثنى دلوقتي. فاعل مرفوع بالضمه المقدره. ليه يا مستر بالضمه المقدره؟ علشان كده هنا اخرها ايه؟ اخرها الف، واي اسم اخره الف ضمه مقدره، فتحه مقدره، كسره مقدره. ماشي. ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للتوكيد. تعالى بقى في العطف. تالت واحد في التوابع، اخوهم التالت، اسمه الايه؟ العطف. ايه هي حروف العطف؟ ويعني ايه عطف اصلا؟ تعالى اقول لك. احنا بيبقى عندنا كلمتين، الكلمه الاولى بنسميها معطوف عليه، والكلمه اللي بعدها بنسميها معطوف، وبيكون في وسطهم اداه بنسميها اداه عطف. طب مستر ممكن مثال؟ يلا بينا. اجي اقول لك ايه؟ جاء محمد واحمد. طيب انا عاوز اقول لك ان محمد واحمد جم مع بعض. ماشي؟ طيب عرفت ازاي ان ده عطف؟ لان لقيت حرف الواو، وحرف الواو هنا من حروف العطف. طب ايه هي حروف العطف؟ الواو والفاء وثم واو وبل ولكن ولا. طيب اكتر حاجه بتيجي في الامتحانات هي الواو. ماشي؟ يجي يقول لك جاء محمد واحمد، عاوز يقول لك ان محمد واحمد اشتركوا مع بعض، جم مع بعض في نفس الوقت. ماشي؟ محمد ده بنسميه معطوف عليه، واحمد ده بنسميه المعطوف. طب ايه اللي انا عاوزه يا مستر من الدرس؟ كل اللي انا عاوزه اعراب المعطوف. اعرابه بيتعرب ازاي؟ قال له ده زيه زي اللي قبله. بص كده، جاء محمد، جاء ده فعل ماضي. مين اللي جاء؟ محمد، يبقى محمد فاعل مرفوع بالضمه. صح؟ جميل. طيب احمد بقى، يقول له انا معطوف، قال له ده انا من التوابع، يبقى احمد يعرب ايه؟ معطوف. ماله؟ يبص على اللي قبله. انت اعرابك ايه؟ انت فاعل مرفوع بالضمه، يبقى انا معطوف مرفوع بالضمه زيك. انا تابع، انا قلوده. ماشي. يبقى احنا عندنا اهو المعطوف عليه والمعطوف. المعطوف عليه يعرب حسب موقعه في الجمله زي لسه قايل لك، والمعطوف بيتبعوا في الاعراب، بيقلدوا المعطوف قلوده. اهو جاء محمد واحمد لسه قايلينه. تعال نشوف المثال الثاني. ذاكرت النحو والقراءه. يلا بينا نعرب. يجي يقول لك اعرب لي كلمه القراءه. اعربها ازاي؟ لقيت الواو حرف عطف، صح؟ ماشي. يبقى القراءه دي معطوف، والمعطوف ده قلوده. عشان اعربه لازم اعرب اللي قبله. ذاكرت، مين اللي ذاكر؟ انا. التاء تاء الفاعل. ذاكرت ايه؟ النحو، يبقى النحو مفعول به منصوب بالفتحه. يبقى القراءه تقول له انا معطوف وقلوده، فانا معطوف منصوب بالفتحه. بس كده، بس كده. طيب تعالى بقى على اخوهم الرابع في التوابع، وهو مين؟ وهو البدل. البدل هو تابع بيجي بعد كلمه علشان يوضحها. يعني ايه بيجي بعد كلمه عشان يوضحها؟ قال لك والله ان البدل ده فاعل خير. يعني ايه فاعل خير؟ قال لك لو انت في حاجه انت مش واضحه بالنسبه لك، هو بيجي يوضحها لك. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى اقول لك. اجي اقول لك والله الخليفه عادل. فاجي اقول لك هي الجمله دي مفهومه بالنسبه لك ولا لا؟ تقول لي لا مش مفهومه. خليفه مين اللي عادل؟ انت ما قلتليش. صح؟ خليفه عمر ولا الخليفه عثمان ولا الخليفه ابو بكر؟ انا ما اعرفش، انت قلت لي مين؟ ما قلتليش. فيجي البدل يقول لك خلاص انت مش فاهم الخليفه مين؟ اه. فاجي اقول لك الخليفه عمر. فكلمه عمر اللي جت حلت المشكله دي بنسميها بدل. بنسميها ايه؟ بنسميها بدل. بنسميها بدل ليه؟ قال لك علشان هي وضحت
الخليفه مين؟ خليفه عمر، يبقى عمر ده بنسميه بدل. جميل زي الفل. فهمت يعني ايه بتيجي بعد كلمه علشان توضحها؟ ماشي. والبدل بيتبعها في الاعراب، يعني بياخد برضو الاعراب لانه تابع، برضو قلوده. ماشي. تعالى كده نعرف انواع البدل. البدل عندنا 3 انواع: بدل اسمه بدل مطابق او اسمه كل من كل، والنوع الثاني اسمه بعض من كل، والنوع الثالث اسمه اشتمال. طب تعالى كده ناخدهم واحده واحده. يعني ايه بدل مطابق؟ بص، بدل مطابق بيجي لي في 3 اشكال. بيجي لي اسم بعد لقب او وظيفه. يعني ايه؟ اجي اقول لك قابلت الدكتور زويل، ويجي يقول لي قريب لي زويل. ماشي. مش الدكتور دي وظيفه؟ يبقى الاسم اللي جه بعد الوظيفه او اللقب على طول على طول ده بدل. بدل ماله؟ اعرب اللي قبله. قلوده، يقول لك انا قلوده، انت يعربني ليه؟ اعرب اللي قبلي. قابلت، مين اللي قابل؟ انا اللي قابلت، تاء الفاعل. قابلت مين؟ الدكتور، يبقى الدكتور مفعول به منصوب، يبقى البدل بدل منصوب، يبقى انا هقول له بدل مطابق ماله؟ منصوب. بس كده؟ بس كده. ماشي. وبيجي لي بعد الاسم المعرف، او بيجي لي اسم معرف بعد اسم الاشاره. يعني ايه؟ بيجي لي اسم اشاره زي هذا، ويجي يقول لي هذا الطالب مجتهد، ويقول لي اعرب الطالب. لما يجي لي اسم اشاره بعده الف ولام، لازم يكون بعده الف ولام، لازم يكون الاسم فيه الف ولام، لازم. طيب لو جه فيه الف ولام يبقى انا هعربه على طول بدل. طب مصر لو ما جاش فيه الف ولام يبقى مش بدل. بس كده، موضوع بسيط. طيب بدل ماله؟ انا قلوده، اعرب اللي قبلي. هذا، اعرب هذا اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدا، لان اسماء الاشاره مبنيه. يبقى البدل بدل مرفوع بايه؟ بالضمه. قلوده زي اللي قبله. بس كده؟ بس كده. تعالى ناخد كمان واحده. اجي اقول لك ايه؟ اجي اقول لك تلك السياره ثمينه، غاليه. السياره دي غاليه. واجي اقول لك اعرب لي السياره، هتقول لي المستر قايل لي لما الاقي اسم في الف ولام جاي قبليه اسم اشاره يبقى على طول بدل. بدل ماله؟ اعرب تلك اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدا، يبقى البدل مرفوع زي اللي قبله، بدل مرفوع بالضمه. بس كده؟ بس كده. طيب ايه كمان؟ يجي لي جمله فيها كلمتين متكررين. يقول لي ايه بقى المثال؟ امر على الديار ديار ليلى. في كلمتين متكررين عندك هنا في الجمله، ايه هم؟ هتقول لي يا مستر الديار وديار، اقول لك شطور زي الفل. طيب انهي واحده فيهم اللي بدل؟ مستر انا عندي كلمتين، الكلمه الاولى معرفه فيها الف ولام، والكلمه الثانيه نكره ما فيهاش الف ولام، انهي واحده فيهم اللي بدل؟ النكره على طول هي اللي بدل. الراجل هنا بيقول لك امر على الديار، لو انا خبيت ده كده، امر على الديار، هتمر على ديار مين؟ سعاد ولا حسنيه ولا ليلى ولا مين؟ قال لك امر على الديار ديار ليلى. فالراجل هنا جاب لك البدل عشان يوضح. ماشي. يبقى ديار دي بدل. يبقى لو انا عندي كلمتين متكررين، الاولى معرفه والثانيه نكره، باخد الثانيه اللي هي النكره واقول انها بدل. بدل ماله؟ قال له ده اعرب اللي قبله. طيب الديار اعربها ايه؟ على حرف جر، الديار اسم مجرور، يبقى بدل مجرور. مجرور بالايه؟ مجرور بالكسر. يبقى بدل ماله؟ بدل مجرور بالكسر. يلا بينا على اللي بعده، الجزء الثاني او النوع الثاني، اسمه بدل بعض من كل. يعني ايه بدل بعض من كل؟ بص، البدل بعض من كل ده بيكون عباره عن كلمه، الكلمه دي يكون متصل بيها ضمير. لازم يا مستر؟ لازم. كلمة فيها ضمير وتكون جزء حقيقي أو مادي
من المبدل منه. يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم. بص، اللي بيجي قبل البدل اسمه مبدل منه، خلاص هو اسمه كده. فالكلمه دي لازم تكون جزء حقيقي منه. يعني ايه يا مستر جزء حقيقي منه؟ تعال افهمك. عالجت المريض راسه، واجي اقول لك اعراب كلمه راسه ايه؟ تقول لي يا مستر بص، كلمه راسه دي فيها ضمير. راس المريض جزء حقيقي من المريض ولا لا؟ يعني انا دلوقتي لو جبت مريض راسه دي حاجه حقيقيه، جزء حقيقي مادي اقدر امسكه ولا لا؟ يبقى ده بنسميه بدل، ونوعه بعض من كل. يبقى كلمه فيها ضمير وتكون جزء حقيقي بدل بعض من كل. بدل بعض من كل ماله؟ قال ده بيقلد المبدل منه الكلمه اللي قبله. اعرب لي الجمله اللي قبله. عالجت المريض، مين اللي عالج؟ انا، التاء الفاعل. عالجت مين؟ ماذا عالجت؟ المريض. يبقى المريض مفعول به منصوب، يبقى رأسه بدل بعض من كل، منصوب زي اللي قبله، منصوب بالفتحة. تقف على كده تنقص. والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ماشي، يبقى أنا كلمة فيها ضمير جزء حقيقي من اللي قبله على طول بدل بعض من كل. طيب تعالى كده، اخر نوع اسمه بدل اشتمال. يعني ايه بدل اشتمال؟ برضو كلمة فيها ضمير، نفس الكلام، بس بتكون جزء مش حقيقي، جزء معنوي، حاجة ما اقدرش المسها بايدي غالبا. ازاي؟ اجي اقول لك اعجبتني الوردة رائحتها، واجي اقول لك اعرب لي رائحتها، تقول لي يا مستر ماشي، كلمة فيها ضمير. حلو، الرائحة بتاعت الوردة دي جزء حقيقي ولا مش حقيقي؟ بص بمنتهى البساطة، لو أنا دلوقتي جبت وردة وبدأت أقول لك قول لي أجزاء الوردة دي، هتقول لي الرائحة؟ لا، الرائحة دي حاجة معنوية، يعني ما أقدرش أمسكها بإيدي، ما أقدرش ألمسها بإيدي زي الشاشة كده. الشاشة دي حاجة مادية لأن أنا أقدر أمسكها بإيدي وأقدر ألمسها، إنما الرائحة أقدر إن أنا أمسكها بإيدي؟ لا، دي حاجة معنوية. فعشان كده بنقول عليه بدل إيه؟ بدل اشتمال. يبقى أنا بقول له والله ده بدل اشتمال، اسمه بدل اشتمال. اعرابه قلوده زي اللي قبله. يقول لك اعرب اللي قبلي. اعجبتني الورده، هي مين اللي اعجبتني؟ الورده. فالورده فاعل، فاعل ماله؟ فاعل مرفوع. خلاص، يبقى الورده فاعل مرفوع. هتقول لها مستر طيب فين المفعول به؟ الياء. لما تلاقي فعل زي اعجبني، سرني، ادهشني، على طول اللي بعده فاعل، والياء دي هي المفعول به. خلاص ماشي، يبقى رائحتها بدل اشتمال، ماله؟ مرفوع بالضمه زي اللي قبله. اتفقنا؟ ماشي، يبقى انا عندي دلوقتي البدل 3 انواع: مطابق، بعض من كل، واشتمال. بعرف ازاي البدل المطابق؟ قال لك والله لقب وظيفه واسم، اسم اشاره معرف، كلمه متكرره كمان مره، لقب وظيفه واسم، اسم إشارة معرف، كلمة متكررة، ده البدل المطابق. طب بدل بعض من كل، كلمة فيها ضمير وتكون جزء حقيقي. طب بدل اشتمال، كلمة فيها ضمير ما تكونش جزء حقيقي. اتفقنا؟ ده كده كان درس البدل، الدرس الأخير عندك في التوابع. وبكده ابطال نبقى خلصنا الجزء الثاني في الكورس التأسيسي في النحو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك باقي الأجزاء. سلام.